صباح الخير عليكم. النهارده هعمل معاكم طبق سلطه في منتهى الجمال، والكبار والصغيرين هيحبوه، وهي السلطه الروسيه. يعني حبه خضار كده مع معلقتين مايونيز على زبادي، هنطلع احلى طبق سلطه. في حله صغيره هضيف كوبايه من البطاطس المتقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وكوبايه جزر على بسله، وكمان كوبايه فاصوليا خضراء. انا الحاجه هنا كانت عندي متفرزه، البطاطسايه بس هي اللي فريش. هحطهم على النار يتسلقوا. وعشان اعمل الدريسنج محتاجة كوباية الا ربع من المايونيز، وخمس معالق من الزبادي بمعدل كوباية زبادي، وكمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم كده شوية لغاية ما يمتزجوا مع بعض. وكمان انا بحب احط عليها معلقة صغيرة من السكر، ودي اختياري، بس انا بحبها مسكرة كده، حاجة بسيطة. خلاص كده انا هسيبه على جنب واروح للخضار، هبرده كويس قوي تحت مية الحنفية. انا مش عايزة فيه اي درجة حرارة عشان خاطر ما تسيح لناش الصوص بتاعنا. وخدي بالك وانت بتسلقي الخضار عشان البطاطس ما تتهريش منك، عشان اثناء التقليب اللي احنا بنعمله دوت هتبص تلاقيها فكت والمنظر مش هيكون ظريف. انا كده خلاص شربت كل الخضار بالصوص اللي احنا عملناه. هبتدي اغرفها في اطباق التقديم وهتشوفي شكلها النهائي هيكون ايه. يا سلام على الحلاوه والجمال. هسيبكم بقى تجربوا الطبق اللذيذ دوت وتقولوا لي على رايكم في الكومنتات. السلام عليكم.